ما عندكيش وقت وعندك مناسبة مهمة جدا وعايزة تخلي بشرتك جلوي والكل يسألك عن السبب؟ تعالى اقولك ازاي تجهزي بشرتك وتخليها نضرة في 6 ساعات بس. الاول عايزاكي تعملي سبسكرايب عشان تنضمي لعيلتنا. اول حاجه هنبدا بيها وهي الغسول. هتغسلي بشرتك بالغسول بالطريقه اللي قلنا عليها، ولو بشرتك فيها زيت كتير هنستخدم خطوه الدبل كلينزنج. يعني هتغسلي بشرتك بالغسول الزيتي بعدين بالغسول العادي. الخطوه دي هتضمن لك ان مفيش اي شوايب او اي دهون هتفضل على بشرتك. بعد كده خطوه تفتيح المسام، مش هتاخد منك ساعه واحده. هتعملي حمام بخار بسيط للوش زي ما قلنا في الفيديو ده، روحي شوفي الطريقه. هيفتح المسام وهيشيل الاتربه المتراكمه وهيشيل الزيوت والدهون وهيخلي البشره جاهزه انها تمتص كل حاجه. بعد كده نيجي بقى لخطوه التقشير. لو بشرتك متعوده على سكراب الحبيبات استخدميه، بس المهم ما يكونش فيه اي حبوب ملتهبه في بشرتك. او ممكن تستخدمي سيرامات التقشير زي الساليسيليك والجلايكوليك واللاكتيك. الخطوه دي هتديكي نعومه فوريه وتفتيح للون البشره. بعدها على طول خطوه التونر، علشان بعد البخار والتقشير نقفل المسام ويعيد للبشره توازنها تاني. بعد كده خطوه السيرم، هنستخدم سيرامات فيها هيالورونيك اسيد، فيتامين سي، نايسيناميد، عشان تدي للبشره ترطيب عميق ونضاره سريعه جدا وجلو. بعد كده خطوه المرطب بتاعك وده اختياري، وطبعا ما تنسيش السان سكرين لو المناسبه الصبح. واخر حاجه طبعا البرايمر والميك اب الطبي بتاعك. هتلاقي بشرتك في الاخر بقت نضره وفاتحه وجلوي جدا والكل هيسالك عن السبب. لو حابه اعمل فيديو عن انواع الميك اب الطبي وافضلهم واللي ما يسدش المسام اكتبي لي في الكومنتس، وطبعا ما تنسيش السبسكرايب عشان توصلك فيديوهاتي الجديده.